أهلا بكل المتابعين المشرفيني على اليوتيوب أو الفيسبوك. هتكلم النهاردة عن اكتشاف أثري مهم جدا في مصر. وقبل ما اتكلم ياريت ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس. الموضوع هو ايه بقى؟ أعلنت البعثة الأثرية المصرية إنهم اكتشفوا 63 مقبرة من الأسرة 26 من عصر متأخر. ده عصر قديم يعني تبع مصر القديمة جدا. لقوا فيها حاجات مهمة جدا موجودة في مدينة دمياط الجديدة في شمال مصر. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأستاذ محمد إسماعيل خالد إن المقابر المكتشفة دي مهمة جدا، هتكون البداية لإعادة تاريخ فترة زمنية هامة جدا في مدينة دمياط. وجدوا فيها تمائم جنائزية وتماثيل وأدوات فخارية، وقايا وحدات معمارية بسيطة. وجدوا كمان مقابر ضخمة مستوى اجتماعي مرتفع جدا، بداخلها مجموعة من حاجات يعني فيها ذهب، فيها رقائق ذهبية. ده عصر مهم جدا. كمان لقوا عملات برونزية من العصر البطلمي اللي جه بعد كده، العصر اللي بعديه يعني. وكمان المقابر دي لقوها في يعني مباني كده، وحدات معمارية مصنوع من الطوب اللبن، بقايا منها. فكل ده مهم جدا في الابحاث اللي بيعملوها، الابحاث الاثريه المصريه. العالم كله مهتم طبعا زي ما انتم عارفين بمصر القديمه والعصور القديمه دي. وفي اخر الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.